السلام عليكم. فيديو جديد. الفيديو ده هيبقى خليط ما بين يوم في رمضان وفي نفس الوقت هرد فيه على اسئله الجزء التاني، فخليكم مع الفيديو شوفوه للاخر وما تنسوش دعمكم بلايك والحاجات الجميله دي كلها. ويلا بينا في الفيديو على طول. قررنا نوصل لحاجه معينه هقول لكم عليها لما نوصل ان شاء الله. حاول نوصل في الشارع فاضي يعني مش عربيات كتير خالص. ففي آخر سورة النمل. Thank you. طيب يا جماعه، المفروض ان انا كنت فيه ده المفروض ان هو الكيان اللي بنعمل فيه دعوه. كل اللي هنا كل حد حر انه يعمل اللي هو عايزه، يعني ممكن كنت صورت انا جنبنا الترابيزه اللي جنبنا هي حاجه تانية خالص، حاجه يعني موضوع يعني عكس فكرتها خالص، بس كل واحد حر يعمل اللي هو عايزه ويقول اللي هو عايزه، ويعني تقدر انك تعمل دعوه للاسلام بشكل آه مريح، محدش بيضايقك. بتعرض دينك، مفيش اي مشكله. هي حريه شخصيه، حريه قصدي التعبير عن الراي هنا مفيش اي مشكله فيه، ممكن تعمل اي حاجه انت عايزها. فده اللي انا كنت فيه دلوقتي. بتعمل كل سبت، احنا يعني بنتفق مع بعض بنعمل كل سبت كده. وانت اصلا هنا في الجامعه، هنا في الجامعه في طلاب بيعملوا كده اوريدي اصلا في الجامعه نفسها، مش بس يوم السبت. ف دي ميزه انا بحبها، ان كل واحد حر ان هو يعبر عن رايه. فانا هرد على الاسئله بس ثواني. هنعمل كده حاجه كده، بعد كده ان شاء الله هنرد على الاسئله، فخليكم مع الفيديو. طب يا جماعه، وصلنا لحته الرد على الاسئله، فلو انت مش مهتم ليها ممكن تعديها، بس انا ما اعتقدش ان مفيش حد مهتم ليها لان انا هتكلم عن حاجات يعني ان شاء الله بتفيدكم مهمه جدا. فيلا بينا. طيب فانا كاتب الاسئله هنا، او الاسئله اللي هي انا يعني ما ردتش عليها قبل كده في الجزء الاول، وكمان ما ردتش عليها في اي فيديو من فيديوهاتي. بمعنى في فيديوهات كتيره يا جماعه انا يعني رديت فيها على اسئله. مثلا كان في فيديو، كان في سلسله كامله عن اللوتري، فلو حضرتك يعني سالت عن اللوتري فخش في السلسله دي وشوف وافهم يعني اللي انت عايز تعرفه. انما لو حاجه انا ما جاوبتش عليها قبل كده، ما اتكلمتش عليها قبل كده، فانا هرد عليها النهارده ان شاء الله. اولا، ازاي اتعودت على فرق التوقيت انا كاحمد؟ فرق التوقيت بالمناسبه هو بين كاليفورنيا هنا وبين مصر 10 ساعات، ولكن احنا دلوقتي في بعد ما الساعه اتغيرت هنا بقى الفرق 11 ساعه، ففرق كبير جدا. طب اتعودت عليه ازاي؟ اتعودت عليه بكل بساطه ان انا اصلا كنت في مصر نومي بايظ، كنت بنام بعد الفجر واصحى بالليل. ف يعني اصلا كأن انا متوافق مع امريكا، فحسيت ان مفيش فرق كبير. يمكن بعديها باسبوع بس بقيت ان انا خلاص طبيعي، الامر بقى بسيط جدا ومش صعب. بس انت لو شخص نومك طبيعي اكيد هتعاني في الاول، بس مش هتطول ان شاء الله. وكل اللي بتعمله بس انك ايه، بتحاول تكيف مع الامر، والحمد لله بعد كده بتلاقي الموضوع سهل، مفيش اي مشكله فيه، مش حاجه تقلق منها يعني. تاني سؤال بيتكلم، هل الدوري الامريكي حاجه مهمه هنا؟ الدوري الامريكي لكره القدم اللي هي بتاعتنا، مش كره القدم بتاعتهم. يعني هل هو في اهتمام في كده، في اي حاجه عليه؟ هو في الحقيقه من ساعه ما ميسي جه ويعني بداوا الناس يتفرجوا عليه قبل كده ما كنتش بشوف حد بيتفرج عليه خالص. يعني سالت فبيقولوا لي ان هو اصلا ما حدش بيتفرج عليه خالص. بس ميسي لما جه بدا بعض الناس ان هم يتفرجوا على ماتشات ميسي. بس الدوري الامريكي لكره القدم مش مهم هنا، ونادر لما بلاقي حد اصلا بيتكلم عنه. وكل اللي بيتكلموا عنه يا اما الكره الامريكيه يا اما الباسكت بول. وبمناسبه كان في من شهر او اكتر تقريبا كان في ماتش مهم جدا في الكره الامريكيه، كان يعني امريكا كلها بتتفرج عليه تقريبا، وكنت في المدرسه كله بيتكلم عنه، فكأن ماتش الاهلي والزمالك عندنا، فكان اسمه السوبر بول. فالمهم لا، كرة القدم الأمريكية كرة القدم اللي هي بتاعتنا اللي هو الدوري الأمريكي مش مهتمين بيه أوي هنا، ومعلوش أضواء كتيرة، فاهمين؟ رقم ثلاثة، هل أنت حاسس إنك مستمتع وفرحان دلوقتي؟ هو طبعا عامة أنا في رمضان فأكيد فرحان، بس هو بيتكلم بخصوص أمريكا. بخصوص أمريكا الحمد لله، أنا فرحان الحمد لله. طبعا أنا في نعمة كبيرة طبعا. مش هتكلم عنها طبعا، ايا كان اللي حاجه صعبه هتواجهك، بس ان شاء الله في المستقبل انت بتعرف بتقدر النعمه دي، فلا يعني الحمد لله. كله خير الحمد لله. رقم أربعة بيتكلم على مستقبل كرة القدم. السؤال ده يعني بصراحة جاوبت عليه قبل كده، هبقى أمين، بس ما اديتش جواب كافي، يعني ما اديتش جواب محترم. فممكن حد يقول طب انت ليه يا احمد انت طنشت اسئله تانية وجبت على ده؟ ما هو انا الاسئله التانية دي انا جاوبت عليها باستفاضه قبل كده، فمش محتاج ان انا اتكلم عليها تاني. انما ده هتكلم عليه شويه النهارده. بالمناسبه يا جماعه، كره القدم هنا اللي هي بتاعتنا عشان تلعب فيها لازم يكون عندك موهبه. طب انا دلوقتي ما عنديش موهبه، هعمل ايه؟ بكل بساطه الاكاديميات موجوده في حاجه اسمها AYSO، دي موجوده في كل امريكا. دي بتبقى اكاديميات مجانيه، في منها المجاني وفي منها بفلوس. المجاني
حتى لو انت ما بتعرفش تستلم الكوره، ما بتعرفش تعمل حاجه بالكوره، بتخش تلعب معاهم. وسنجاب اهو، سلام. بتخش تلعب معاهم وبتلعب معاهم ماتشات، بتروح فنادق، بتعمل يعني حاجه محترمه برغم انها ببلاش. فلا كرة القدم، القط بيجري ورا السنجاب، بس ما علينا. انا اسف يا جماعه. فالمهم الكوره هنا يا جماعه زي ما قلت ايه، دي لو انت صفر في الكوره حرفيا تقدر تخش فيها عادي وببلاش، والتمرينين ببلاش، وبتلعب على ملاعب 11 وحاجه محترمه. طيب لو انا عايز العب لعيب كوره، انا عايز العب في دوري، في نادي، في موجوده وبفلوس، وكمان بتبقى الفنادق على حسابهم وكل حاجه. واعتقد ان انت لو عندك موهبه في الموضوع ما فيش اسهل منه، والتقديم على النت. بعد كده بتروح تقابل الكابتن بيختبرك في الغالب لو انت تخش الاكاديميه اللي هي مش فاكر والله، نسيتها يا اخويا، اسمها ايه، حاجه ايه تقريبا، حاجه ايه. دي بتخش فيها الفريق اللي هو فريق مش اكاديميه، فريق، وبتلعب معاهم. بعد كده بتبدا انك تشوف بقى موضوع الانديه، هو اصلا بيكون كفريق بتلعب دوري، وتبقى كل حاجه على حسابهم. فلا يعني كوره طول ما انت عندك موهبه فهتلاقي احسن حاجه. ما عندكش موهبه موجود طبعا، بس طبعا كاكاديميه بنعتبرها كاكاديميه، مش نادي. الليجاسي تقريبا، مش فاكر حاجه زي كده، دي اللي هي الفريق الاول او الحاجه الكويسه يعني. التانية من كويسه بس كاكاديميه مش كنادي يخليك لاعب كوره. وممكن تلعب سنه معاهم، بعد كده تروح بعد كده ان شاء الله تنتقل مستوى احسن، بس هما مش الاحسن حاجه. طيب رياضه بلعبها يعني مش قصدي بلعبها في فريق، بس بحب العبها. بلعب كوره طبعا، بلعب كوره طايره. بس كده يعني، ده اللي بلعبهم في المدرسه. ليلة السفر والطيارة والكلام ده. يعني ليلة السفر أنا كان كله متجمع وكده، كان فيعني كنا كلنا في نفس الأوضة تقريبا. كان بيت زحمة، كانت أجواء حلوة يعني. وفي نفس الوقت أكيد طبعا كان بتحس إنك زعلان، أو بس في نفس الوقت يعني برضه أنت بتفكر في بكرة. أنا هركب طيارة أول مرة في حياتي، متخيل أول مرة أركب طيارة رحلة 16 ساعة بيومين كاملين في الطيارة، يوم كامل في الطيارة. فلا يعني شعور كويس، وفي نفس الوقت انت نايم وجنبك كده اهلك وبعدين تتفرجوا على فيلم قبل ما تسافروا بالليل وتقعدوا تتكلموا. فيعني الحمد لله. دي ليلة السفر. نمت تاني يوم صحيت طبعا، كان يوم مليان مشاوير بقى، اجهز واعمل وروح وهات حاجات وكده. بس كان ليلة خليط يعني، فيها خليط مشاعر لا تنسى بصراحة يعني. مش عارف انا اللي فكت على وشي ولا على الكراسة، بس عموما اعتقد ان هو كويس. عموما في الطياره يعني شعورك لما قعدت جنب الشباك، انا قعدت ابو السؤال كان بيقول انت قعدت جنب الشباك ولا لأ؟ انا قعدت جنب الشباك ايوه. وعلى فكره ده مش اجتهاد مني، ده بالحظ الحمد لله. وكنت فرحان جدا، متخيل اول مره اركب طياره تقعد جنب الشباك وكل الكلام الجميل ده. وايه بقى، لا وتشوف بقى القاهره من فوق بالليل والانوار. عديت من فوق الرياض، يعني كان بالنسبه لي يعني معلش يا جماعه، انا ممكن تقول لي انت ايه العبط ده يا احمد، ما كله ما عادي هتعدي من فوق الرياض. انا كنت فرحان بحاجه زي كده، انا عايز افرح، نسيت اني افرح. بس يعني كان اجواء كويسه. في سؤال كان محرج او كان يعني هو كويس، بس الشخص اللي ساله انا عارف ان هو نيته كويسه، وهو كمان صلح السؤال وقال انا مش قصدي حاجه وحشه. قال انت ليه مش بتشتغل وتساعد اهلك؟ بص انا دلوقتي في مرحله تعليميه، بمعنى انا دلوقتي آم، في السنه الدراسيه. طيب انا لو اشتغلت هل الموضوع هيبقى سهل؟ بالنسبه لي هيبقى صعب جدا. ليه؟ لان انا اولا لسه بعاني اصلا لغايه دلوقتي من المواد ومن الحاجات ان انا اظبط نفسي في درجات والكلام ده. فانا لو اشتغلت فانا هضيع تماما في المدرسه دلوقتي. ممكن السنه الجايه وانا في المدرسه اشتغل عادي. ليه؟ لان هيكون موقفي احسن شويه في المدرسه، بمعنى بقيت فاهم اكتر، بقيت متقن اكتر، مش محتاج ان انا اذاكر 24 ساعه، محتاج ان انا اكتفي على المذاكره. فلا يعني دلوقتي في الوقت الحالي في السنه الدراسيه دي صعب جدا ان انا اشتغل. ممكن ان شاء الله في الاجازه الجايه دي، الصيف الجاي ده ان شاء الله اشتغل، يكون ما عنديش مدرسه فاكون فاضي فاشتغل ان شاء الله. ليه لا؟ وبعدين اصلا انت مش واخد بالك من حاجه، اليوتيوب ده في حد ذاته شغل بس عمل حر، ان انا بعمل حاجه في اي وقت انا عايزه، مش ملزم ان انا كل يوم اروح الشغل وكده. فلا يا فندم انا بشتغل الحمد لله، بس الشغل اللي في دماغك لا لسه ما ينفعش دلوقتي عشان ظروف التعليم. اكتر حاجه عجبتك واكتر حاجه كرهتها في امريكا؟ اكتر حاجه عجبتني هي حرية التعبير عن الرأي. يعني أنا كان في دماغي إن أنا مثلا إن أنا أتكلم مثلا في ديني أو أتكلم في أي قضية، شيء صعب. لا طلع موجود وده عجبني. تمام. حاجة كرهتها هي نفس الحاجة، هتقولي إزاي العبط اللي أنت بتقوله ده؟ ترامب بعد ما مسك آه اتكلم يعني قال حاجات تقييد على موضوع فلسطين، إنك ما تقدرش تتكلم فيه بكل حرية زي الأول. فده نفس الوقت حاجة كرهتني بعد ما كنت فرحان كرهتها. فاهمين الفكره؟ كان الاول اي حاجه يعني، اول ما جيت كان
بشوف ناس بتتكلم عن فلسطين وبننزل الشارع ونتكلم وكل حاجه طبيعيه، كل حاجه اللي هو عايزه، ناس بتتبسط بتشوفنا احرار، فكل حاجه سهله. دلوقتي ترامب عمل شويه تقييدات كده يعني هي ما عجبتش خالص من الكلام بس قللت منه، وبقى ان مثلا حد يتكلم في الجامعه، محاضرات الجامعه دي بقى يتحبس على طول او يتاخد، عشان ايه؟ ان هو لما يتكلم عن فلسطين فهو بيأثر على تلاميذه اللي هم اولاد العم. ف يعني حبيت الموضوع بعد كده كرهته، فاهمين؟ طيب، رقم 9 رمضان في مصر، رمضان في امريكا. بالمناسبه الفلوج ده انا قلت هعمله يوم في رمضان ولا اعمله اسئله، قلت اخلي الاثنين في بعض عشان ايه الفيديو يكون طويل اكتر. رمضان والله العظيم رمضان ده شهر عباده، يعني ايه؟ بتروح المسجد، بتصلي، بتصوم، بتعمل عبادات. طيب احنا دلوقتي هل في اختلاف بينه وبين مصر؟ ولا اي اختلاف كرمضان بالمفهوم الصحيح. رمضان بقى بالمفهوم اللي احنا متعودين عليه في مصر، اللي هو مش صح عامه، اللي هو بقى الزينه والحاجات، مش يعني ما بقولش ان حاجه وحشه، بس حاجات ما لهاش علاقه برمضان. الزينه والحاجات الاشكال، الفرحه وكده، دي كلها مش موجوده هنا. هل هي هتاثر؟ هي ممكن تاثر لو انت متعلق بيها جدا، انما غير كده وانت طبعا بتروح تصلي، بتروح كل قاعد في المسجد. انا عن نفسي بحاول ان انا اقعد في المسجد كتير عشان احس ان انا بحس برمضان، فاهمين؟ والافطار الجماعي اللي كل يوم كلام جميل. لكن الحاجه الوحيده اللي هي رمضانيه فعلا ومش موجوده هنا هي اللمه اللي بتبقى، يعني انك تقعد مع اهلك وكده. لان في الطبيعي انك مثلا، انا مثلا يعني حتى واحنا اسره مع بعض ساعات مثلا ممكن حد يكون في الشغل، بابا يكون في الشغل مش عارف جاي حد راح التمرين، ما بنفطرش مع بعض على طول عشان طبعا المواعيد هم مش عاملين حسابنا ان احنا صايمين. بس يعني مع ذلك رمضان هو رمضان الا في حته اللمه، ده وجهه نظري. طيب هل المدرسين في المدرسه عارفين كده؟ ما فيش حد هنا مش عارف رمضان، كل الناس عارفين رمضان، كلهم، كل الناس عارفين رمضان وبيقدروا كده. حتى المدرسين، مدرس الالعاب بيقول لي يا احمد، انا والناس المسلمين يعني مش لازم نجري، بيخلينا يعني بنيجي نلف في التراك بيخلينا ممكن نمشي ويدينا النقاط عادي زي اللي بيجري، يعني عشان احنا صايمين. فحاجه محترمه يعني في الحته دي، مش بصراحه انا لازم اتكلم فيها. بالنسبه لتحقيق الربح، انت بتكسب كام؟ انا ما حققتش الربح لسه، الربح اللي هو ان انا بكسب فلوس من المشاهدات بس. انت ممكن تدعمني، حققت الربح اللي هو ان ممكن تدعمني من خلال الستيكرز اللي في التعليقات اللي هي علامه القلب اللي عليها دولار، او تدعمني من خلال الانضمام في القناه. دي كلها حاجات وسائل تقدر تدعمني بيها دلوقتي ماديا، انما غير كده لا. فعامه يعني لو حد يقدر مفيش مشكله. طيب سؤال بيقول هل نسيت المثاليين وكده وجروب المثاليين والكلام ده؟ طبعا يا جماعه دي حاجه انا كنت مسابقه فيها زي ما الطالب المثالي، والحمد لله صرت الجمهوريه فيها، فلا ما نسيتش حد منهم. ويمكن لسه بتكلم معاهم كلهم دلوقتي، مش كلهم بس اغلبهم كنت بتكلم معاهم قبل ما اسافر، لسه بتكلم معاهم دلوقتي. فريق اوروبي بشجعه وبشجع باريس سان جيرمان، والتانية براحتك. خطوتي الجايه في صناعه المحتوى، ناوي ان شاء الله ان انا لما اخلص يعني القناه اشتغل عليها شويه، بحيث ان انا ارجع ريتش فيها زي الاول. لما ان شاء الله احس ان انا في نقطه معينه احس ان انا فيها القناه خلاص بقت قناه كبيره، بمعنى مش كبيره انها زي يعني ملايين وكده، لا كبيره بمعنى ان هي قناه، يعني نسميها قناه مش مجرد حاجه بتسلى بيها، لا شغل. فممكن بعد كده ان شاء الله ان انا اعمل قناه تانية بس بالانجليزي ومحتوى مختلف خالص انا عايز اعمله يكون بالانجليزي. اكيد انتوا هبعت لكم اللينك وكل حاجه، بس ده مش دلوقتي، ان شاء الله مستقبلا. اخر سؤال، سر مدرس عايز يعني مدرس معين؟ طبعا انا المدرسين كلهم كنت بحبهم بدون استثناء عشان هم متفقين، بس في واحد منهم هو اللي يمكن اللي كان يعني كان هو اللي تحس ان هو اول واحد كلمني في موضوع السفر من غير ما يعرف. هو طبعا مدرس الماث بتاعي. طبعا يا جماعه بس عشان في مدرسين تانية يشوفوا يقولوا انت يا احمد طب احنا فين، والله ما صوتش حاجه، بس هو الوحيد اللي كان تحس انه كانه عارف، مع انه ما قلتوش ان انا هسافر قبلها بشهور، هو اللي كان تحسه كان عارف. وهو اللي كان بيقول لي لو في مصر، لو بقد كده تاخد قد كده سافر برضه، سافر بره مصر. ف وكان دايما بينصحني، يمكن باخد معاه من وانا في سنه تانية ابتدائي. فالصراحه اكيد هو ممكن يشوف الفيديو دوت، فبشكره جدا وبشكر كل المدرسين التانيين. بس هو ايه اللي اخترت مستر احمد عشان هو اللي كان حاسس ان هو كان هيسافر معايا اصلا، هو عارف من غير ما اقول له حتى. دي كانت كل الاسئله تقريبا. بشكركم جدا على الاسئله، على فتحه الاسئله دي، وان شاء الله هنكمل الفلوج بقيه اليوم. يعني احنا دلوقتي لسه صايم ولسه بعد الظهر بشويه، ف ادعوا لنا يا جماعه. وانتوا طبعا قاعدين بتشربوا دلوقتي، قاعدين بتاكلوا، فدلوقتي احنا هنكمل يومنا وهصور لكم حاجات في بقيه اليوم ومظاهر رمضان في المسجد، لان في المسجد في حاجات، في فطار جماعي هصورها لكم، في مثلا صلاه التراويح هصورها لكم، بيبقى المسجد مليان، فحاجات كتير هصورها لكم ان شاء الله، او مش شرط تكون كتيره بس هصور لكم بقيه اليوم. فشكرا لكم، خليكم مع الفيديو. اوعى تكونوا وصلت لغايه هنا ما عملتش اللايك والحاجات والسبسكرايب والشير والكلام ده كله، اعمل شير، ابعت الفيديو لاصحابك، ويلا بينا نكمل في الفيديو.
ملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا. صلاة التراويح. العالمين الرحمن. طيب يا جماعه، بما اني ما قدرتش ان انا اتكلم هناك براحتي، فاللي حصل ان احنا بنروح نفطر هناك، يعني احيانا مثلا يوم في الاسبوع كده بيكون في فطار جماعي كل يوم. فبنفطر وبنصلي المغرب وبنقعد لغايه العشاء. ما بين المغرب والعشاء في درس كمان الشيخ بيقوله، وبنصلي تراويح فطول ما انت قاعد في المسجد في رمضان، فصدقني عشان كان في سؤال الصبح بيقول يعني رمضان في امريكا كده، طول ما انت بتروح المسجد كتير وبتعيش مع جوه المسجد فهتحس برمضان. ده كان فيديو النهارده. انا عارف ان هو مليان حاجات، بس اتمنى يكون فاتكم سواء في رد على الاسئله سواء في نقل الصوره. بشكركم جدا على الاتفرج على الفيديو لغايه دلوقتي. ف اتمنى ما تنساش الفيديو لما تعمل لايك وسبسكرايب في القناه لو مش عامل، وتكتب لي كومنت محفز، ولو تقدر تعمل شير للفيديو اعمل. وده كان كل اللي عندي النهارده. اشوفكم في فيديوهات جايه كتير. مع السلامه.